بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حضرتك يا باشمهندسين ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي اقدر اعمل امبورت للريفت الاركتكتشر وازاي اتعامل مع الجريدات ومع الليفلز، ولسه هنكمل مع بعض باذن الله تعالى. خلونا نخش في نقطة مهمة جدا الا وهي موضوع الورك شيرنج. ايه هو الموضوع الورك شيرنج ده يا باشمهندسين؟ لما بيكون عندنا مشروع كبير، طبعا لما بيكون ان شاء الله ما تشتغل مش مشروع فيلا بقى ولا مشروع بيت صغير، ان شاء الله ما تشتغل في مشاريع كبيره، هتعرف ان المشروع بيبدا يتقسم في التيمز اللي قدامك ده. يعني على سبيل المثال، ده قسم انشائي مثلا متقسم لثلاث بارتات، ده بس الشكل اللي قدامنا ده كل واحد واخد جزء شغال عليه. ده مثلا شغال على الفاونديشن، ده شغال على السلابز، ده شغال على الكولم، تيم شغال على الستيل، وهكذا. طب هنقدر نعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندسين؟ ازاي انسق الموضوع ده؟ قال لك عن طريق ان انت بتعمل حاجه اسمها ورك شيرنج باستخدام حاجه اسمها سنترال موديل. يعني ايه سنترال موديل؟ يعني ده موديل كده بعمله مره واحده وبحفظه في مكان ثابت، بيفضل عندي على السيرفر بقى وايا كان الحاجه اللي انا هشتغل عليها. بحط فوق الملف ده وبعد كده ببدا اخد منه، كل واحد باخد منه لوكال موديل. يعني مثلا الراجل التيم اللي هيشتغل على الفاونديشن بعمل له لوكال موديل، وده بعمل له لوكال موديل، والناس اللي هتشتغل على السلاب بعمل لها لوكال موديل. كل دول بيشتغلوا وبيعملوا حاجه اسمها سينكرونايز، او ما بيعملوها بتلاقي كل حاجه سمعت في السنترال موديل. فالراجل اللي هنا شايف ده بيعمل ايه، والراجل اللي هنا شايف ده بيعمل ايه، والليله كلها رابطه ببعضيها وحاجه اخر جمال. يعني هنتكلم مع بعض دلوقتي. فانا دلوقتي محتاج اعمل سنترال موديل، ونتعلم مع بعض ازاي اقدر اعمل لوكال موديل. هبدا اعمل هنا مشروع جديد كأن انا بشتغل على مشروع جديد كده يا باشمهندسين. هشتغل فروم سكراتش، انا راجل تيم ليدر دلوقتي، انا راجل تيم ليدر ستراكشر مثلا، ستراكشر اركتكشر ايا كان. طيب التيم ليدر ده عايز يعمل دلوقتي سنترال موديل. تمام، عشان يعمل السنترال موديل اتفقنا ان احنا بنخش على قائمه كولابريت من هنا. بعمل اول حاجه اسمها ورك سيت. ايه هي الورك سيت دي يا باشمهندسين؟ قلنا الى حد ما هنشبهها باللير في الاوتوكاد لحد ما نبدا نطبق دلوقتي ونفهم يعني ايه الورك سيت. الورك سيت ده كل واحد بيكون له ورك سيت مش خاصه بيه. انا اسلام ليا ورك سيت خاص بيا، او بلاش كلمه اسلام، انا كتيم واحد خاص بالفاونديشن ده ليا ورك سيت خاص بيا. تيم اتنين خاص بالكولم ده له ورك سيت خاص بيه، وهكذا. فانا على سبيل المثال بعمل هنا اول حاجه، بيقول لك اول حاجه بيعمل ديفولت كده بيبقى عنده حاجه اسمها ورك سيت نمبر 1، ممكن تديها اي اسم وممكن تسميها زي ما انت عايز. فانا بقول له اوكي عشان نفهم بس مع بعض. فبيعمل لي حاجه اسمها شيرد ليفل اند جريدز، وبيعمل لي حاجه اسمها ورك سيت 1. ممكن اعمل لها رينيم من هنا وليكن اسميها، انا دلوقتي ستراكشر، انا راجل دلوقتي الراجل التيم ليدر بقى، انا شايف ان انا عندي حاجه اسمها ستراكشر كولم بالشكل ده. وهعمل واحده جديده، انا عندي ستراكشر فريمنج، ستراكشر فاونديشن. ممكن اخلي الليفلز لوحدها وممكن اخليهم مع بعض، اللي يعني ممكن دي اخليها ستراكشر ليفلز اند جريدز، او اخلي دي لوحدها الجريدز لوحدها والليفلز لوحدها. برضو انا دي حاجه ترجع لي. تمام. فببدا اعمل ورك سيت، بيقول لي انت عايز ده الديفولت مفيش مشكله، اقدر اغير من هنا اللي انا عايزه، وبعد ما ارسم اقدر اعدل زي ما انا عايز. فانا اول ما بعمل الورك سيت دي كل واحد بديله ورك سيت زي ما احنا اتفقنا، فاونديشن الفريمنج. ممكن على سبيل المثال لو المبنى صغير اعملها مثلا ان احمد هيشتغل في حاجه مثلا اسميه ده كولم احمد، وهكذا يعني. طيب، عشان اخلي الموديل اللي قدامي ده كده سنتر يا باشمهندسين لازم اروح على حاجه اسمها كولابريت. بضغط على كولابريت، مجرد ما بضغط عليها بيقول لي انت عايز تسيف كسنتر، الله اقول له اه. خلينا كده نعمل فولدر جديد على الديسكتوب بالشكل ده، واعمل من هنا كده ملف واسميه ده كده ستراكشر سنترال بالشكل ده، واسميه هنا وليكن ستراكشر سنترال. واخلي الباك اب اخلي كفايه عليه واحد باك اب بالشكل ده. بعمل سيف. مجرد بس ما بعمل سيف يا باشمهندسين خلاص الراجل بيبدا ايه، يبدا يفهمني الموديل اللي قدامي ده كسنترال موديل. الراجل بيفهم من الموديل اللي قدامي ده كسنترال موديل. طيب، بحتاج طبعا ان انا يكون عندي نت عشان خاطر انا بشتغل بطريقتين، يا اما اشتغل عن طريق السيرفر، ان انا يكون عندي سيرفر والشركه بتاعتي كله يقدر يعمل اكسس على الفولدر اللي هو اسمه رقم نيو فولدر 7. طبعا انا بسيفه على فولدر جوه السيرفر بحيث كله يقدر ايه يعمل اكسس عليه، او عن طريق حاجه اسمها البيم 360 اللي احنا هنتكلم عنها برضو باذن الله تعالى. وده كل الشغل حاليا بقى بيم 360. طيب ده انا دلوقتي شغال انترنال، حفظت الملف ده كسنترال وعملت الايه الورك سيت بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. خلينا في كلمه هنا اسمها اديتابل، انا مخليها كلها يس، ومخلي الاونر اسمه اسلام السراوي. جاب منين اسلام السراوي؟ ده اسم اليوزر نيم الموجود هنا. لو انا رحت على قائمه فايل ورحت على قائمه اوبشن،
هلاحظ ان انا هنا يا باشمهندسين ده اليوزر نيم اسمه اسلام السراوي، لان انا ليا اكونت على بيم 360، فعشان كده لاقط الاكونت اللي انا فاتح منه. طيب خلينا نقفل كده الراجل ده. هتلاحظ ان في ايقونه ظهرت هنا بتعرفك ايه الفرق ما بين ده مثلا وده. ده كده اسمه سنترال موديل. ده كده لما تلاقي الايقونه اللي تحت ده تعرف ان ده سنترال موديل. وكمان طريقه فتحه مختلفه شويه، ما بقدرش افتحه على طول دايركت كده، شايف؟ ما بقدرش، لازم من قائمه اوبن نفسها واروح على الملف واشيل كلمه كرييت دي عشان اقدر افتح السنترال موديل. النقطة التانية كمان، أنا ما أقدرش أشتغل على ملفات لوكال والسنترال موديل ده شغال، لازم أقفل السنترال موديل بالشكل ده. طيب خلونا يا باشمهندسين نفتح اتنين ريفت موديل عشان نطبق مع بعض ونفهم الدنيا مع بعض. انا هعمل اتنين ريفت موديل قدامي كده يا باشمهندسين، هسمي واحد يوزر واحد اسلام مثلا، ويوزر اتنين احمد، او ايا كان ايا اللي الاسم او التيم اللي كان هيشتغل. او هسمي ده تيم 1 وهسمي ده تيم 2 تيم 3، زي ما انا عايز. اقدر افتح اكتر من موديل ريفت عشان نفهم ايه الموضوع مع بعض. خليني كده بالشكل ده، خلينا نفتح بالشكل ده اهو، بالشكل ده. تمام. هاجي من هنا يا باشمهندسين، الراجل ده هغير بس فيه حاجه من هنا، اقول له فايل، من هنا كده من قائمه فايل هخش على اوبشن، هغير بس واغير اليوزر نيم مهم جدا. هعمل بس ساين اوت. تمام. هشوف هيرضى اعمل ساين اوت لان انا فاصل النت، ما نشوف هيرضى. لو ما رضاش هعمل كونكت بس واعمل ساين اوت. اول ما بعمل ساين اوت يا باشمهندسين بيجيب لي على طول من هنا ان انا اقدر اعدل اليوزر ده. فانا هسميه مثلا وليكن تيم اندرسكور 01 بالشكل ده، واقول له ايه اوكي. يبقى انا كده عرفت الراجل ده اسمه تيم 01. هاجي على هنا نفس الكلام واروح على قائمه فايل، عشان خاطر كده كأن بالظبط اتنين شغالين على الجهاز. مثلا ده اسميه تيم سكول 02 بالشكل ده، تيم واحد وتيم اتنين. طيب هاجي بقى من هنا يا باشمهندسين عشان اعمل نسخه لوكال، بروح افتح من هنا اوبن، بروح على السنترال موديل وبختار من حاجه اسمها كرييت نيو لوكال، وبقول له اوبن. بيبدا يعمل لي كرييت للوكال جديد. ده كده تخيل ده تيم واحد شغال عادي خالص جدا هنا اهو، ده تيم واحد هيشتغل عادي خالص جدا عادي. وهنا برضو ده تيم اتنين، هختار من هنا سنترال واقول له من هنا انا اسف على طول على الديسكتوب، من هنا اختار ده، اقول له من هنا سنتر كرييت نيو لوكال بالشكل ده. بدأ يعمل لي لوكال كأن بالظبط اتنين شغالين، وانا مسيف الملف على السيرفر بتاع الشركة عادي خالص جدا. وده اول جهاز شغال من على السيرفر، وده جهاز تاني شغال، واحد تاني في الورك ستيشن او في المكتب عندنا شغال. تمام. ده كده واحد وده كده ايه اتنين. طيب عايز تعمل ايه يا باشمهندس؟ عايز اطبق بقى وافهم الموضوع مع بعض. تعال اول حاجه نروح على مثلا نشوف ده اولا هيتحفظ فين لانه مهم جدا. تخش على قائمه اوبشن، في هنا من قائمة فايل لوكيشن هتلاقي حاجة هنا اسمها default path for user file، من هنا كده شايفين هو ده المكان اللي بتحفظ بيه. لو انا فتحت كده المكان ده من هنا كده، قلت له كنترول في انتر، هلاحظ ادي هنا ادي سنترال تيم واحد وده تيم اتنين. اقدر اختار اللوكيشن اللي انا عايزه. يعني ممكن اروح على الديسكتوب مثلا نيو فولدر 7، هعمل من هنا structure واخليه لوكال مثلا، لوكال بالشكل ده. اخد الباث ده من هنا واروح جاي رايح على المسار ده، وراح جاي لكنترول في واقول له اوكي. يبقى انا كده بعدل المسار. من هنا برضو نفس الكلام، هروح على الفايل لوكيشن واقول له كنترول في من هنا كده بالشكل ده. يبقى انا كده ايه ظبطت اللوكيشن الموجود عندي. تعالوا بقى نبدا نطبق عشان نفهم مع بعض. انا هنا تيم واحد شغال مثلا زي ما احنا قلنا، التيم واحد ده وليكن مسؤول عن الكاميرات والاعمده. راح جاي الراجل ده رسم كاميرا، ماشي. الراجل ده شغال في حاله اهوت، عمال يرسم في كاميرات بالشكل ده. عنده اعمده بالشكل ده، عنده كولم، بدأ ياخد كولم اتنين تلاتة أربعة بالشكل ده. تمام. هلاحظ ان الراجل ده شغال والراجل التاني ده ما يعرفش حاجة عنه. الراجل التاني ده شغال في اتجاه واحد، وليكن شغال في ليفل 1 لسه اهو. الراجل ده شغال في ليفل 1، وليكن الراجل ده بيعمل استراكشر، بيعمل وليكن فوتنج، بيعمل فاونديشن بالشكل ده اهو، بالشكل ده. ده مش عارف ده بيعمل ايه وده مش عارف ده بيعمل ايه. فبروح على قائمة كولابريت من هنا كده يا باشمهندسين، بروح على حاجة اسمها، شايفين من هنا حاجه اسمها سينكرونايز، بقول له حاجه اسمها سينكرونايز والسنترال. اول ما بعمل سينكرونايز ده الراجل ده كل شغله بيبدا يسمع على السنترال موديل مش اللوكال. السنترال ايه موديل مش اللوكال.
طيب الراجل ده لسه مفيش حاجه سمعت عنده، بروح على قائمه كولابريت، بقول له من هنا كده سينكرونايز. في حاجه اسمها لود ريلود ليتست، ايه ريلود ليتست؟ شايف اهو بيقول لي، بقول له اظهر لي اخر حاجه الراجل ده شغال عليها. طب انا لو رحت هنا هل هشوف الشغل؟ لا، مش هشوف الفاونديشن اللي الراجل او التيم اتنين عملها. ليه؟ لان الراجل ده عمل ريلود فقط، الراجل ده شاف اخر حاجه الراجل ده عملها. طب انا لو رحت من هنا قلت له ريلود، برضه هلاقي مفيش حاجه ريلود، لان الراجل ده لسه لازم يعمل سينكرونايز من هنا بالشكل ده، بالشكل ده. معذرة يا باشمهندسين، عندي دور برد فاعذروني لو الصوت فيه مشكلة يعني. تمام. هلاحظ ان الراجل ده برضو مش مفيش حاجه مسمعه عنده، لازم اعمل ايه بقى؟ ريلود في ليتس او سينكرونايز. لو انا عملت سينكرونايز يبقى الراجل ده هيعمل تحديث برضو لاخر شغل ليا. طب انا مش عايز الراجل ده يعرف انا عملت ايه واشتغلت ايه جديد. يعني على سبيل المثال انا رحت جاي عامل من هنا برضو تاني، رجعت ايه في ليفل 1 مثلا عملت كاميرات، وانا مش عايز الراجل ده يشوف. فكل اللي عليا بعمله بقول له كولابريت، بختار من هنا ريلود في ليتست بالشكل ده. فالراجل ده لما بيجي يعمل هنا سينكرونايز او يعمل ريلود ليتست، الراجل ده من هنا كده بيلاقي برضو ما فيش حاجه، لان انا لسه ايه ما حدثتش الشغل بتاعي. فببدا اخلص شغلي واعمل تحديث، الراجل ده يعرف انا شغال بعمل ايه. طيب حلو الكلام، حلو الكلام. لو انا اخترت اي حاجه من هنا يا باشمهندسين، هبص ان ده راح في فورك ست اسمها ستراكشر فريمنج. لو انا اخترت ده هلاقي راحت في فورك ست اسمها ستراكشر فريمنج. هلاقي الكلام ده مش مظبوط، فانا المفروض كنت امسك ده واقول له سيلكت اول انستنس. المفروض وانا برسم احدد من هنا كده الورك سيت اللي انا شغال معاه. طيب الراجل ده في عنده مشكله. انا دلوقتي لقيت ان في مشكله، ان الراجل ده اولا موجود في ورك ست مختلفه. الحاجه التانية نفترض ان انا عايز اغير دي. يعني انا مثلا عايز اجيب الفاونديشن دي من هنا احطها تحت العمود ده. ايه ده؟ الراجل بيقول لي انت مالكش اصلا حريه ان انت تعمل الحركه دي. ليه بقى؟ لان ده مملوك بواسطه موديل اسمه اسلام السراوي. ايه ده؟ طب اسلام السراوي ده ايه دنيته؟ اسلام السراوي ده اللي كان عامل السنترال موديل. ده لا تيم واحد ولا تيم اتنين. فعشان كده لازم اروح على السنترال موديل بتاعي وافتحه، وعشان افتحه لازم اقفل ده. للاسف لازم اعمل دول واقفله من هنا كده. طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم ما ينفعش ان انا افتح سنترال موديل زي ما انا قلت لحضراتكم وفي لوكال فايل مفتوح. هاجي على السنترال اشيل الراجل ده واقول له ايه اوبن. طب وبعدين هروح جاي رايح من هنا على كولابريت يا باشمهندسين، هروح الاقي الورك سيت، هروح الاقي حاجه اسمها هنا اديتابل. شايفين كلمه اديتابل؟ الراجل ده هقول له ايه اديتابل. شايفين من هنا كده اديتابل؟ شايفين؟ ليه بقى؟ لان انا لو لاحظت من هنا يا باشمهندسين، لو رحت على قائمه فايل اوبشن هلاحظ ان اليوزر ده اسمه تيم 1. والراجل ده من هنا لما بيجي يبص على الراجل ده من هنا كده، انا كنت رايح فين؟ من هنا كده، كنت بقول ايه؟ اه الورك سيت. شايفين الاونر ده اسمه اسلام السراوي، اي دوت السراوي. فعشان كده هروح جاي رايح قافل ده كده اللوكال، هفتح وليكن موديل تالت من هنا كده عشان افتح منه السنترال، واسميه ايه السراوي عشان الراجل ده يفهم ايه الدنيا عندي. تمام. فهروح على التيم ليدر، هستأذن التيم ليدر اللي هو عمل لي السنترال موديل، واقول له لو سمحت خش لي واديني بيرميشن ان انا اقدر اعدل وان انا اقدر استخدم الورك سيت دي. حضرتك عملتها ومخصصها لنفسك. طيب هتعمل ايه؟ هروح جاي رايح على فايل اوبشن، هروح على ده واسميه اي دوت السراوي، ولازم يكون نفس الاسم بالظبط، واقول اوكي. تعالوا نجرب نروح نفتح بقى من هنا كده. اروح على سنترال، اختار الراجل ده، هشيل كلمه كرييت لوكال واقول له اوكي اوبن. هلاحظ ان الراجل فتح لي، او التيم ليدر راح فتح من الجهاز بتاعه، فتح السنترال عشان يروح على كولابريت. شايفين السنترال كل حاجه مسمعه فيه ازاي؟ هيروح على الورك سيت. شايفين كلمه اديتابل؟ هروح جاي له نون اديتابل، وده نون اديتابل، وده نون اديتابل، وده نون اديتابل. شايفين؟ ما بقاش فيه اونر خلاص للورك سيت دي. اي واحد ماشي في الشارع يقدر يخلي نفسه اونر للورك سيت دي. او ممكن اروح اديتابل، يبقى انا خلاص كده الراجل ده ما يقدرش يعمل حاجه في الكولم خلاص. فانا هرجع لا نون اديتابل سينكرونايز، او اقول له سيف من هنا كده واقول له اوكي بالشكل ده، وما انساش اقفل السنترال بالشكل ده. هروح جاي رايح على الراجل الاولاني التيم ليدر ده اللي هو عندنا اللوكال من هنا كده. تعالوا نفتح من هنا كده، او احنا نسينا نحفظ المسار فللاسف هضطر اروح جاي رايح لفايل، فايل اوبشن هنا كده. المفروض ده المسار بتاعه. آه
المفروض يخش هنا على اللوكال، بس عشان خاطر انا نسيت اسيف المسار ده قبل ما اشتغل، فهفتكر كده كانت موجودة فين. طيب انا وصلت لها يا باشمهندسين، اختار من الراجل ده من هنا والاوبن، كده الراجل ده هيفتح لي اللي هو التيم 1، واروح من هنا اروح على الدوكيمنت، اروح افتح تيم 2 من هنا كده بالشكل ده. هرجع افتحهم تاني. لو انا رحت من هنا من قائمه كولابريت ورحت الورك سيت، الاحظ ادي الورك سيت بتاعتي. اقدر انا مثلا من هنا التيم واحد ده اختار ده واقول له يس من هنا كده، اقول له اوكي، واجي على الراجل ده كولابريت واختار من هنا ورك سيت، وليكن الراجل ده خاص بالفاونديشن، اقول له من هنا كده يس بالشكل ده. تمام. طيب الراجل ده اللي احنا قلنا عليه، الراجل ده خاص بالفاونديشن بالشكل ده، شايفين؟ كانت اديت. طب ليه؟ دي عشان موجوده في الورك سيت اللي اسمها الاستراكشر ايه، فريمنج، فلازم اختار كل ده واروح جاي رايح من هنا اقول له ايه، حط لي في الاستراكشر فاونديشن بالشكل ده. طيب هو عشان هي لسه موجوده في الاستراكشر فريمنج لازم استاذن الراجل صاحب الورك سيت اللي اسمها ايه ده، فلازم اروح اقول له حاجه اسمها بليس ريكويست من هنا، واروح جاي رايح بالشكل ده هنا. في بعض الحالات اللي هي ما بتسمعش معاك، فلازم عشان خاطر كده اول باول تروح على قائمه كولابريت، لازم اول باول تقول له editing request، او هتلاقي من تحت من هنا كده هتلاقيها تظهر عندك حاجه اسمها editing request. لو انا فتحت الراجل ده هتلاقي يعني هوريها لك لما افتح القائمه الكبيره. فهبص من هنا الراجل ده بيقول لك ايه، بيقول لك خد بالك كل دي structure foundation، دي كلها الراجل عايز يغير اللي ايه الورك سيت بتاعتها، فكل اللي عليه لو انا موافق اقول له من هنا كده جراند بالشكل ده. المفروض ان انا ايه تظهر عندي. طيب طيب editing request من هنا كده واقول له ايه جراند، عشان ايه اوافق على الراجل ده عايز يعمله. هرجع لهنا تاني select all instance، واختار من هنا الراجل ده يروح على structure foundation، شايفين بقى في structure foundation عشان انا اذنت له. طيب انا بقى لما اجي انا بقى تيم واحد ده انا عايز احرك الفاونديشن دي، انا وانا شغال لقيت ان انا ده عايز يتحرك، فانا مش محتاج ان انا استنى الراجل ده، فانا بحركه. طب انت مالكش اصلا صلاحيه ان انت تشتغل على ده تيم اتنين اللي لازم يقبلك، فلازم اروح جاي رايح اقول له من هنا بليس ريكويست بالشكل اللي قدامنا ده كده. هروح هنا لازم وانا شغال اول باول اقول له ايه اديتنج ريكويست، هشوف ابدا ابص الراجل ده بيقول لي الاستراكشر فريمنج ده، الراجل ده عايز يحرك اللي هو الاستراكشر الورك سيت اللي اسمها استراكشر فريمنج، عايز يعمل ايه، عايز يعمل ايه الراجل ده، عايز يتحكم في الراجل ده، هقول له شو، شايفين؟ عايز يتحكم في الفاونديشن دي. طيب انا اذن له ما اذنلوش، اروح جاي واقف هنا اقول له ايه جرانت، لو انا مش عايز اذن له اقول له ايه ديناي، اقول له جرانت بالشكل ده، واروح جاي رايح هنا احرك دي من هنا كده لهنا تاني بليس ريكويست editing request من هنا كده اختار الراجل ده اقول له جرانت. اه طيب الراجل بيقول لك ايه لازم الاول تعمل سينكرونايز، ماشي، هقول له من هنا كده سينكرونايز بالشكل ده، وهاجي هنا برضو اقول له من هنا سينكرونايز ناو. هرجع تاني امسك بقى الفاونديشن اللي انا عايز احركها دي من هنا لهنا، واعمل اذن واطلب من الراجل ده، الراجل ده بقى عنده مطلق الحريه ان هو يوافق او ما يوافقش. لو انا وقفت هنا ممكن اقول له ديناي، لا انا مش موافق، ساعتها المفروض هتوصل لي رساله هنا. لو انا شغال على السيرفر على جهاز تاني المفروض توصل لي رساله من هنا يقول لي ان الراجل ده موافقش على الريكوست بتاعك، موافقش. تمام. لو انا حبيت ارجع تاني احرك من هنا مش هيرضى، لازم هو اللي يوافق على الكلام ده. تمام. فاروح هنا على الايديتنج ريكويست اقف هنا، لو انا ايه رخم بقى لحد ما الراجل يوافق هرجع تاني احرك ده، خلاص قدرت احرك ما عنديش اي مشكله. تمام. فدي طريقة مهمة جدا جدا يا باشمهندسين. اولا انا بحافظ على الشغل بتاعي وببدأ انا شغال كل حاجة، هرجع بقى من هنا ابدأ اشتغل اعمل كل اللي انا عايزه، وفي الاخر اعمل سينكرونايز، وبعد ما اخلص سينكرونايز ابدأ اشوف الراجل ده شغال عمل ايه، وكلنا نبدأ نخلص شغل ونفتح في الاخر الملف السنترال، هنلاقي المشروع كله بدأ ايه يشتغل عندي بمنتهى السهولة. ودي كانت فكرة التعامل مع السنترال فايل. في بعض الناس لو ما عندهاش سيرفر تقدر تستخدم الجوجل درايف او الوان درايف بمنتهى